الساعة 10 صباحا مجموعة من الصيادين يلاقوا شوال طاف على وش المية. بس الغريبة إن الشوال ده كان في نص النيل وفي منطقة عميقة جدا، ولما حاولوا يفتحوا الشوال لقوا جثة ملهاش أي معالم. الغريب بقى الجثة دي بتاعت مين وإزاي وصلت للمكان ده بالظبط. وحل لغز الجريمة دي حقيقي كان صعب جدا، وتعتبر واحدة من أكبر ملفات الطب الشرعي والبحث الجنائي. 2025 في منطقة المعادي وتحديدا في شهر إبريل، مجموعة من الصيادين يلفت انتباههم إن في شوال طاف على وش المية، والشوال ده كان باين عليه إن هو منتفخ جدا، ولما قربوا منه شموا ريحة صعبة جدا. فواحد من الصيادين يشد الشوال ده عليه شوية ويفتحه، فيلاحظ إن هو جواه جثة بني آدم. فقفلوا الجزء اللي فتحوه ده تاني وبلغوا رجال الأمن على طول. وبعد شوية يوصل رجال الأمن على عنوان البلاغ فعلا، ويستعين رجال الأمن برجال المستحقات المائية والضفادع البشرية عشان يخرجوا الجثة دي. وفعلا أول ما يخرجوا الشوال ده من المية يتأكدوا إن جوه الشوال في جثة بشرية فعلا، والانتفاخ ده كان بيدل إن الجثة دي بقالها كذا يوم في المية. ويوصل رجال البحث الجنائي ويتم فحص الشوال كويس جدا، وطبعا كان باين إن الشوال ده مربوط من فوق ومن تحت، لكن بسبب تواجد الشوال ده في المية كذا يوم الرباط ده بدأ يتفك شوية. ولما يفك الشوال يلاقي إن الجثة محطوطة جوه في كيس أسود كبير. لما يخرجوا الجثة من الشوال يلاقوها مربوطة من إيديها ورجليها، وعلى الفم محطوط لازق طبي. ولما يشوفوا الجثة يلاقوا الملامح مش باين عليها أي حاجة، وده معناه إن الجثة بقالها أكتر من أسبوع جوه المية. اللي كان من الواضح إن الجثة دي كانت لسيدة بكامل ملابسها، والجثة ما كانش معاها أي حاجة تثبت هويتها. وأول حاجة عملها رجال الأمن إن هم بدأوا يسألوا الصيادين هل حد فيهم يعرف الجثة دي ولا لأ. لكن الصيادين أكدوا إن حتى لو كانوا يعرفوا الجثة دي، من منظر الجثة كده استحالة يقدروا يتعرفوا عليها. والحقيقة إن منظر الجثة كان صعب جدا، وكان باين عليها آثار التعذيب، وتحديدا في المناطق اللي كانت مربوطة من الإيد والرجل. وواضح إن الإنسانة دي تم تعذيبها فترة طويلة قبل ما يتم قتلها. يتم نقل الجثة للطب الشرعي لتحديد وقت وزمن الوفاة، وتوضيح كل المعلومات اللي ممكن تساعد رجال الأمن في حل اللغز ده. في الوقت ده رجال الأمن بدأت في رحلة البحث الجنائي، واللي دايما بتبدأ بفحص بلاغات التغيب. بس كانت الصعوبة إن هما يبحثوا في أنهي منطقة بالظبط، لأن المشكلة إن هما لقوا الجثة دي في نص النيل، لأن في معظم الأحيان بيلاقوا الجثث أصلا على الشاطئ. يعني القاتل بيكون رمى الجثة على الشط وسابها ومشي، لكن الجثة دي تحديدا لقوها في نص النيل، وده خلى في لغز كبير. وده معناه إن بنسبة كبيرة اللي عمل الجريمة دي صياد ومعاه مركب ودخل في نص النيل ورمى الجثة في نص النيل. يا إما التفسير التاني إن هي فعلا اترمت على الشط ولكن قعدت في المية مدة طويلة وبدأت المية تاخدها لنص النيل. وبعد فحص بلاغات التغيب في منطقة المعادي مكانش فيه أي بلاغ تغيب لنفس المواصفات للجثة دي. واللي كان واضح من الفحص المبدئي إن سن السيدة دي مكانش صغير. ويطلع تقرير الطب الشرعي بشوية معلومات مهمة جدا، والمعلومات دي فرقت جدا مع رجال الأمن في القضية دي. الجثة دي كانت لسيدة في أوائل الثلاثينات، والجثة دي تعرضت للتعذيب والضرب لمدة طويلة قبل الوفاة، وده كان باين من الكدمات اللي كانت موجودة في الجسم في أماكن متفرقة جدا. وتم حقن السيدة دي بإبرة هواء، وده كان باين من آثار الإبرة اللي دخلت منها، وفي نفس الوقت آثار الهواء على الأنسجة الداخلية كانت برضه بتبين ده. بس كان في مفاجأتين في تقرير الطب الشرعي. المفاجأة الأولى إن حقنة الهواء دي ما كانتش هي سبب الوفاة، وإن سبب الوفاة كان الغرق مش حقنة الهواء. وده معناه إن السيدة دي اترمت في النيل وهي لسه عايشة. ده غير إن هم لقوا إن في كمية مخدر في جسمها، وده معناه إن هي اتخدرت وبعد كده اتربطت وبعد كده اترمت في النيل. المفاجأة التانية بقى كانت أكبر بكتير، إن السيدة دي كانت حامل والجنين اللي في بطنها كان عنده 4 شهور، والطب الشرعي أكد إن الجنين ميت بقاله أسبوع. وده معناه إن الجريمة دي تم اكتشافها من أسبوع، يعني الست دي بقالها أسبوع في المية. كل معلومة من دول كانت مهمة جدا لرجال الأمن، وفعلا رجال الأمن يبدأوا من آخر معلومة إن الجثة دي ماتت من أسبوع. وهنا رجال الأمن بدأوا يحسبوا قوة الرياح وسرعة المية علشان يقدروا يحددوا إن الجثة دي لو مرمية من أسبوع يا ترى هتكون اترمت من فين بالظبط. الجثة لقوها في منطقة المعادي وتحديدا عند الكوبري الدائري، ومع حساب سرعة الهواء والمية أكدوا إن الجثة دي ممكن تكون اترمت من حلوان أو من منطقة قريبة منها شوية. فيتحرك فريق من البحث الجنائي على منطقة حلوان، فيبدأوا في بحث بلاغات التغيب اللي موجودة في المنطقة دي، ويبدأوا يحققوا مع الصيادين اللي موجودين في منطقة حلوان. والمناقشة دي يطلعوا منها بمعلومتين مهمين جدا. في صياد من الصيادين قال لرجال الأمن إن من حوالي أسبوع لقى مركب في النيل عليها 2 رجالة أو 3 رجالة، والمركب ده كان ماشي بالليل في وسط النيل. والغريب إن هو ما كانش معاه صيد ولا ميعاد مناسب عشان يخشوا المنطقة دي في الوقت ده. بس المشكلة إن الصياد ما خدش باله من ولا واحد فيهم ولا يعرف تحديدا المركب ده كانت بتاعت مين، وفي نفس الوقت ما لاحظش هل معاهم شوال ولا لأ.
بس واضح ان المعلومة دي ليها علاقة بالجريمة اللي حصلت، ويبدأ رجال الأمن يكثفوا التحريات الأمنية علشان يعرفوا الناس اللي على المركب دي تبقى مين بالظبط. والمعلومة التانية إن في تغيب متقدم من سيدة كبيرة في السن بتقول إن بنتها اللي اسمها عبير اللي في أوائل الثلاثينات متغيبة بقالها أسبوع، بس السيدة دي عملت بلاغ التغيب بتاع بنتها بعد التغيب ب3 أيام، وده كان ليه سبب هنعرفه دلوقتي. يتم استدعاء السيدة اللي عاملة البلاغ دي ويتم عرض عليها الملابس بتاعة الجثة، وأول ما تشوف الملابس تقدر تتعرف عليها وتقول ان الملابس دي بتاعت بنتها عبير اللي متغيبة بقالها اكتر من اسبوع. الست كانت في حالة انهيار من الصدمة اللي عرفتها، بس رجال الامن قالوا لها ان هي لازم تهدى علشان يحاولوا ياخدوا منها اي معلومات علشان يجيبوا حق بنتها اللي اتقتلت. وتبدأ الست تحكي حكاية بنتها عبير. عبير بنت عندها 32 سنة، كانت متجوزة واتطلقت من سنتين، ومن ساعة ما اتطلقت وهي عايشة ومقيمة عند والدتها. بس المشكلة إن بسبب ظروف الشغل بتاعت عبير كانت ممكن تبات بره البيت لفترات طويلة، بس كانت بتكلم والدتها يوميا عشان تطمن عليها وتطمنها عليها. بس معلومة إن هي كانت متجوزة من سنتين واتطلقت وإن الطب الشرعي لما لقى جثتها لقاها إن هي حامل، دي معلومة غريبة جدا. السؤال هنا بقى، حامل إزاي ومن مين؟ المهم تكمل الست باقي الحكاية. عبير كانت بتختفي لشهور، وكانت بتقول لوالدتها إن هي بتسافر محافظات وتقعد هناك بسبب شغلها وظروف شغلها، وبسبب كده كانت بتأخر كتير ووالدتها عمرها ما قلقت عليها. بس المرة دي لما قطعت الاتصال خالص مامتها قررت إن هي تروح تعمل بلاغ. رجال الأمن شكروا والدة عبير ووعدوها إن هم يجيبوا حقها في أسرع وقت، ومن ساعتها تبدأ التحريات عن عبير لأن واضح إن هي وراها سر كبير. والمعلومات بتقول إن عبير اتجوزت لمدة 3 سنين بس بعد كده اتطلقت. بس قبل ال3 سنين عبير كان عندها علاقات متعددة وغريبة شوية، وبسبب العلاقات دي حصل مشاكل بينها وبين جوزها، وعشان كده جوز عبير طلقها. بس بعد الطلاق العلاقة اللي بينها وبين طليقها اتقطعت تماما، وبعد الطلاق عبير رجعت لعادتها القديمة وكملت في طريقها اللي كانت ماشية فيه قبل الجواز. عندها علاقات كتيرة وغريبة، والعلاقات دي للأسف كانت بمقابل مادي. بس والدة عبير ما كانتش تعرف أي حاجة عن حياتها دي، عشان كده عبير كانت دايما بتقول لمامتها إن هي بتشتغل وبتسافر وعلى طول بتبات بره البيت. وهنا الموضوع بقى أصعب جدا وكل الاحتمالات بقت واردة. ممكن تكون عملت علاقة مع حد وحملت منه، وبسبب الحمل ده الراجل انتقم منها وقتلها. بس السؤال هنا، ليه كل التعذيب ده؟ حقنة هوا وربط ايدين ورجلين وكدمات وتعذيب، وفي الاخر يرميها في البحر وهي لسه عايشة؟ اكيد الموضوع اكبر من كده بكتير. وتبدأ التحريات الامنية عن دايرة علاقات عبير، وتحديدا العلاقات اللي كانت في اخر حياتها. وللأسف عبير كان عندها اكتر من خط تليفون، وفي نفس الوقت ملهاش عنوان اقامة ثابت. بس لما يتم التوصل لأقرب صديقة ليها، صاحبتها قالت إن هي آخر مرة شافت عبير قالت لها إن هي رايحة عند والدتها، ومن بعدها عبير اختفت تماما. وفي نفس الوقت يلفت انتباه رجال الأمن معلومة غريبة جدا. عبير عندها 2 اخوات رجالة، والاتنين دول مظهروش خالص، واللي عملت بلاغ التغيب هي والدتها. ولا حد في اخواتها ظهر ولا حد فيهم سأل. ولما تم استدعائهم أول مرة كانت تصرفاتهم عادية جدا، ما تقولش أبدا إن الاتنين دول أختهم اتقتلت بالطريقة دي. والأم قالت في التحقيقات إن آخر مرة عبير وصلت البيت كان شكلها مرهق شوية، قعدت شوية في البيت مع مامتها، بس بعد شوية قالت لها إن هي تنزل مشوار مهم، ومن ساعتها اختفت خالص. فيتعمل تحريات أمنية مكثفة عن إخوات عبير واسمهم علاء وسالم. المفاجأة بقى إن واحد فيهم كان صياد وعنده مركب، وهنا تبدأ الخيوط تتجمع. عايزين بس نفتكر إن في شاهد قال لرجال الأمن إن هو قبل الحادثة دي بأسبوع شاف مركب كان عليها 2 أو 3 كانت في نص النيل. فيتم استدعاء علاء وسالم للمرة التانية، واللي كان باين عليهم التوتر جدا بسبب استدعائهم للمرة التانية، والتوتر ده يخلي رجال الأمن تشك فيهم أكتر. علاء كان شغال عامل وسالم كان شغال صياد، والاتنين كان عندهم مشاكل كتيرة جدا مع أختهم عبير بسبب سلوكها وحياتها بعد الطلاق. بس المشاكل بينها وبين اخواتها زادت جدا لما أهل المنطقة قالوا لإخواتها إن عبير عندها علاقات مش كويس. بس بعد التحقيقات معاهم لما رجال الأمن سألوهم هل كانوا عارفين إن أختهم كانت حامل ولا لأ، ظهر على وشهم إن هم كانوا عارفين. وهنا يبدأوا يحكوا لرجال الأمن كل اللي حصل ان علاء وسالم كانوا دايما بيتخانقوا مع عبير بسبب ان هي بتبيت بره البيت لفترات طويله، والاتنين كانوا متجوزين ومش راضيين يقعدوا في البيت مع والدتهم يرعوها، بس دايما والدتها كانت بتدافع عن عبير. بس اول ما اخواتها سمعوا كلام في المنطقه عن عبير هم كانوا اول 2 دافعوا عن اختهم وسط الناس دي، لحد ما نوصل لقبل الجريمه بيوم، واللي قبلها كانت عبير بايته بره البيت لمده 3 شهور، ولما رجعت كان باين عليها ارهاق جدا. فلما بدأ اخواتها الاتنين يتكلموا معاها عرفوا ان اختهم حامل، فعملوا معاها مشكلة كبيرة وحاولوا يعرفوا مين ابو الولد. بس الازمة كانت في الرد اللي قالته عبير، لانها لما اتسألت اكتر من مرة قالت لاخواتها
هي فعلا مش عارفة مين أبو الولد بالظبط، لأنها للأسف الفترة الأخيرة كانت عملت علاقات كتير ومن الآخر كده كانت بتعق. وطبعا الرد ده حسس اخواتها الاتنين بالعار وقالوا لازم يقتلوها، فنزلوا من البيت وطلبوا من عبير ان هي بعد شويه تجيلهم على بيت سالم اخوها. وبالصدفه بيت سالم ده كان فاضي، ولما اختهم راحت لهم هناك هما الاتنين فضلوا يضربوا في اختهم، وكان الهدف ان هما يموتوها. وبعد كده ادوها حقنة هوا باعتبار ان هما شافوا المشهد ده كتير في افلام السينما. بس لما لقوا ان عبير لسه عايشه قرروا ان هما يموتوها باسوأ طريقه. اول حاجه حطوا بلاستر على بقها علشان ما تعملش اي صوت وهم بيضربوها وبيعذبوها، وبعد كده ادوها حقنه مخدره وربطوا ايديها ورجليها، وبعد كده حطوها في كيس اسود، وبعد كده حطوها في شوال وهي كانت لسه عايشه، وبعد كده اخدوا الشوال على مركب ودخلوا في وسط النيل ورموها هناك في نص النيل، وبعد كده رجعوا البيت عادي كأن مفيش أي حاجة حصلت. وفعلا والدتها ما كانتش تعرف أي حاجة عن عبير، لأن يومها عبير قالت لها إن هي رايحة مشوار، ما قالتلهاش إن هي رايحة عند بيت سالم. وبعد ما الموضوع خلص ومر يوم والتاني حسوا إن هم ارتاحوا وأخيرا غسلوا عارهم بإيديهم، وطبعا يتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. طبعا مفيش كلام إن عبير غلطانة، بس برضه إخواتها غلطانين وملهمش الحق أبدا إن هم يعملوا فيها كده مهما كان. ومهما كان مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تضيع مستقبلك عشانها، ولو حد غلط ربنا اللي يحاسبه مش حد فينا كبشر. وللأسف اخواتها ضيعوا حياتهم علشان خاطر العار، مع ان عبير ما كانتش تستاهل اصلا ان حد فيهم يضيع مستقبله وحياته عشانها. وفي الاخر الله اعلم بالنفوس. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.